حلقتنا عن البط. هنعمل البط كده محشي برز الخلطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش قادرة اقولك على الطعم، هيكون في منتهى الجمال ان شاء الله. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معانا كده طاسة هنحطها على النار، بننزل فيها بمادة دهنية قطعة من الزبدة. اول ما تبتدي كده تسيح معانا هننزل ببصلاية كبيرة مبشورة كده ناعم، هننزل برشة من الفلفل ورشة من الملح، وهنبتدي كده نقلب البصلة لحد ما البصلة تدبل معانا. يعني انا هنا البصلة مش هتتحمر خالص، هي بس يدوبك بس تدبل وتطلع الريحة بتاعتها. هبتدي ان انا انزل بالرز المصري اللي مغسول، وهديه هنا بقى كده تشويحة كويسة مع البصل. بعد كده هديه بقى كمان رشة من الملح، وهديه رشة بسيطة من الفلفل الاسود. هديه بقى كده تقليبة، وهو كده خلاص كده الرز بتاعنا بقى جاهز معانا. هندفع عليه النار وهو كده بقى جاهز معانا. خطوة مهمة بقى بعد الرز ما هدي شوية، هبتدي اجيب جوز الطيب وهديه كده رشة، هنبشر كده حبة بس عليها، بيفرق كتير في الطعم، بيدي طعم حلو جدا للرز بتاعنا. دي كده معانا البطة، بنكون غسلنا بقى غسلة كويسة وعاملين لها محلول النقع. بعد كده هبتدي ان انا احشيها. الزور بتاع البطة احنا شايلين منه الرقبة. هبتدي بقى ان انا اجيب الحشو بتاع الرز وادخله في قلب بطن البطة، واحاول كده ان انا اوزعه كده بالمعلقة في كل جوانب البطة من جوه. تدخلي كده في كل الجوانب. طبعا هنا هنحشي، ما لازم بردك تسيبي فيه فراغ شوية عشان الرز يستوي في قلب البطة. ماشي، يعني مش معنى كده ان انا هحشيها هملاها على الاخر، لا، لازم اسيب بقى كده فيها مكان للتهوية عشان لما تيجي تستوي والشوربة تدخل كده جواه الرز بتاعنا يستوي. هنجيب كمان بقى الزور بتاع البطة، وهبتدي ان انا كده احشيه كده بالرز زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هنملأ الزور برضو كده بالرز. وهنا الزور هنا مش هبتدي ان انا اقفله باي حاجة، اول ما هيتحط في قلب المية السخنة بتاعة الشوربة هيبتدي على طول يقفل معاكي. انما البطن بتاع البطة هجيب عود من الخلة وهبتدي ان انا اقفله. خلاص كده حشينا بقى الزور، ولا عليها اي رز كده ببتدي ان انا اشيله. خلاص وهي كده بقت جاهزة معانا. عملت هنا كده من عند البطنية، عملت هنا بعود خلة كده عملته، وهي كده خلاص بقت جاهزه معايا. بحط بقى حله على النار وبحط فيها كميه من الميه. اول ما توصل للغليان بنزل بورق لورا وحبهان وفلفل وملح، وبنزل كمان ببصله او بصلتين، واسيبهم كلهم كده ياخدوا عشان يتنكهوا مع بعض كويس. وبعد كده ببتدي انزل بالبطه، بسيبها كده تاخد كام غلوه على نار عاليه. بعد كده ببتدي ان انا اهدي النار على الوسط واغطيها، بس من وقت للتاني لازم اقلب البطه، يعني مره على بطنها مره على ظهرها لحد ما البطه بتاعتنا تستوي. اول ما تستوي ببتدي ان انا اطفي النار واسيب البطه شويه في قلب الشوربه لحد بس تضمني ان الرز بتاعك كمان تطعم من الشوربه واستوى اكتر. بعد كده بطلعها اصفيها من الشوربه بتاعتها، بديها رشه من الملح والفلفل الاسود على جوانب البطه كلها، بحطها في الصينيه اللي هتدخل الفرن. ببتدي ان انا اجيب معلقه من الصلصه بحط عليها عصره ليمون وبحط عليها رشه من الملح والفلفل، وببتدي ادهن البطه من جميع الجوانب. الخلطه اللي احنا عاملينها دي بحيث ان هي تحمر لنا البطه على طول اول ما هدخلها كده الفرن، يعني مش هتقعد معاكي وقت كبير وتبتدي تتحمر. طبعا الفرن بتكوني مسخناه، بيكون شغال من قبليها كده بشويه. بتحطيها على الشبكه عشان تاخد معاكي لون من تحت ومن فوق. طبعا احنا دهناها مش هنقلبها بقى ولا حاجه، انت بتدخليها بس الفرن وهي هتاخد معاكي لون من فوق ومن تحت. الخطوه دي احنا بنعملها بتاعه الصلصه اللي انا عملتها دي. اولا بتطعم البطه بتاعتنا، تاني حاجه بتخلي البطه تتحمر بسرعه، يعني مش هتنشف معاكي بقى كده في قلب الفرن. لما تيجي تاكلي من لحم البطه هتلاقيه كده طري وجوسي معاكي. صدقيني طريقه سهله وجميله جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.